السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الناس اللي منورانا حول العالم. من أقدم حضارة في العالم مصر أم الدنيا، من قلب البحر أو النيل لأي مكان إن شاء الله، لأي مكان حول العالم من قلب البحر نقرا مصر أم الدنيا طبعا. حضارات وتاريخ عمره ما بيخلص حول العالم طبعا، يعني مش في مصر بس، اكيد في دول كتير جدا لها حضارات ولها تاريخ، واكيد في تقدم في اي دول وحب في كل دول. من قلب الحضاره والتاريخ بتاعت مصر وبره مصر واي مكان يعني. مهما هتكلم يعني مش هبطل كلام عن مصر يعني مهما اتكلمت يعني حضارة عايزة سنين وسنين نتكلم فيها. من قلب مصر، من قلب البحر اهو، أحلى جو اهو. هم الدنيا يا جدعان، أكتر جو جامد خالص. مهما هتكلم مش هوفي حقها في أي كلام. مصر لو قلنا مصر يعني كل دولة لها حضارات ولها تاريخ ولها حياة. الناس اللي حوالينا مش حابة الحياة، الناس اللي بتقتل في بعض دي في فلسطين أو في السودان، اللي بيحصل في أي مكان حول العالم. لازم يبقى في سلام مع المواطن، عشان المواطن هو اللي بيحط رئيس الجمهورية، وهو اللي بيحط الناس اللي المفروض بتبقى محافظة على الشعوب بتاعت العالم. يعني كل دولة لها شعب لازم تحافظ عليه وتحترم حضاراته. عشان ساعات بحس كده ان اغلب الدول يعني داخلين تاريخ مصر اكتر مننا. وانا بقول كلام مش في محله، ولا بقول حله يا حله، عايز نفهم في ايه بس. في ايه من قلب البحر اهو، في احلى جو في التاريخ والحضاره المصريه القديمه، من قلب النيل. احنا فين احنا في الحضاره الجميله دي؟ احنا مش شايفين نفسنا خالص غير على الرصيف اهو، ما شاء الله. الحمد لله، وستر ربنا معانا الحمد لله برضه، الحمد لله. فطبعا الشعوب هي اللي بتحط الرؤساء وبتحط الزعماء والملوك وبتحط كل حاجه، عشان هم اكتر ناس المفروض يعني هم اللي هيحافظوا على المواطن. في اي شعوب بالعالم كلها هو المواطن اهم حاجه، واللي بينزل ينتخب نفسه ويبقى رئيس جمهوريه زي ما احنا نزلنا انتخبنا الرئيس بتاعنا كده. في كل الدول بيحصل كده، ولازم يبقى في رقابه على الانتخابات عشان نشوفوا مين فين، يعني احنا وصلنا لحد فين. نشوفوا مصر بطبيعتها الجميله، او كل دوله بطبيعتها الحلوه الجذابه الخلابه، الحاجات الجميله اللي في مصر وبره مصر وحضارات حول العالم دي. احنا فين؟ من قلب النيل اهو، رايح معاكم في اي مكان والله ان شاء الله يعني، باذنك يا رب، باذنك يا رب. عايزين ناس تحافظ على الناس، مش نقتل في بعض و... ولا خروق انسانيه والنتن ده اللي عايز يتحاسب دوت ويصلح كل اللي عمله قبل ما يتحاسب، واللي معاه يتحاسب، عشان دي موضوع كبير، موضوع كبير كبير كبير. لازم يبقى في حب وفي حضاره وفي انسانيه وفي حقوق انسان وفي حاجات. هعدل السنه الجايه حاجات من قلب الحضاره المصريه هنا من رشيد. هنعد سنين كده حاجات. عايزين الحب للمواطن ان هو يعيش حياه كريمه من قلب مصر بقى وبره مصر او في اي مكان، من قلب البحر. ولسه مكملين والجديد شديد، ضرب نار. لنا لقاء.